Welcome to 18 Plus Hair Expert Lab. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا سارة؟ انا excited قوي ان انا مع حضرتك عشان انا عندي اسئله كتيره قوي ومحتاجه استغلها. انا كمان مبسوطة قوي ان انا معاكي النهاردة. Thank you. طيب اول حاجه محيراني وعايزه اعرف اجابه ليها هي هل الزيوت ليها علاقه بترطيب الشعر ولا انا لما كل ما شعري يبقى جاف وبستخدم زيوت انا كده رايحه في طريق تاني خالص؟ في طريق تاني خالص. ده اكبر وهم بنعيشه، ان احنا لما نلاقي شعرنا ضل او دراي او في مشكله بيتكسر بسرعه نتجه للزيوت على طول من غير ما نستخدم برودكتس بتعيد ترميم الشعر. من احلى الحاجات اللي انا بحبها في 18 بلس هايدريشن روتين ان هو بيعيد بناء الشعريه. احنا لو عندنا مشكله في الشعر نفسه، الكيوتيكل نفسها فيها مشكله، قد ما هنرطبه مش هيحفظ الترطيب ده. هنحس برضو ان احنا شعرنا بينشف بسرعه جدا ومفيش اي فايده. اكن كده الجسم مرايه للحاجات اللي بتحصل او الشعر مرايه للحاجات اللي بتحصل جوه جسمنا. طبعا طبعا طبعا. احنا لو عندنا خلل في الهرمونات، يعني فور اكزامبل لو عندنا مشكله في الغده الدرقيه، كسل، ده هينعكس على الحرق بتاعنا او الميتابوليزم، هيكون في كسل برضو، فبالتالي هتكون الدهون قليله في جسمنا، هينعكس ان شعرنا ناشف، جلدنا ناشف، شعرنا بيتكسر بسهوله، والكيوتيكل كمان بيبقى فيها مشكله. قد ما هنرطب من بره مش الشعر مش هيترطب كويس. فمهم قوي ان احنا نعيد ترميم الشعرايه مع ترطيبها. ده معناه أكن الزيوت هي حاجة كده ظاهرية بس، لكن هي مش بتارجت المشكلة الداخلية. هي ممكن تبقى كومبوننت مهم، يعني مثلا ال 18 بلس هايدريشن روتين فيه 3 مكونات رهيبة. يعني العسل بتاع المانوكا ده بيحفظ الترطيب بتاع المية من جوه الجلد، زيت الأرجان بيقفل الشعراية من بره فبيخلي الترطيب يبقى موجود جوه الشعراية، بلس مية الرز، كلنا عارفين أهمية مية الرز أو رايس ووتر، بيخلي الشعر يطول وكمان بيعيد بناء البونز ما بين الشعر فبيخلي الشعر شكله صحي وبيلمع. ده معناه ان هو بتبقى مشكلة داخلية بس انا بتارجت المشكلة دي او بعالجها بحاجة من بره. مظبوط. يعني احنا لو عرفنا مشكلة طبعا وعالجناها، بلس ان احنا بنستخدم على شعرنا من بره برودكت بيرطب وبيعالج، بتبقى النتيجة احلى بكتير ولونج تيرم، مش بس ترطيب وقتي. انا مبسوطة قوي عشان كده انا حاسة ان احنا هنحط الناس على التراك الصح. انا كمان مبسوطة ان انا معاكي النهاردة وبأسئلتك يعني في الجون. ثانك يو، شكرا قوي.